ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده طبعا كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير ورمضان كريم. طبعا انا النهارده قبل السحور، ده ليله السحور، فطبعا انا بقى بحضر كده شويه حاجات. انا نزلت لكم السحور بتاع اول يوم رمضان، وكمان النهارده بقى الفيديو ده كان متصور في نفس اليوم، بس طبعا ما رضيتش انزله كله على بعضه عشان ما يبقاش طويل عليكم. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، وأيامكم كلها تبقى سعد وهنا بإذن الله. أنا هنا النهاردة بحضر شوية حاجات، طبعا شفتوا الصور اللي في الأول. أنا طبعا زي ما قلت لكم هنعمل الإفطار صائم، فطبعا كل الحاجات دي أنا محضراها، فقلت برضه أوريها لكم كده. هنا بقى هبتدي أحضر التوابل اللي أنا هشتغل بيها طول الشهر بإذن الله. جبت العلب اللي انتوا شايفينها دي من جوه متقسمه، يعني كل ناحيه لوحدها، بس انا قلت عشان انا عايزه عندي الرخامه تبقى فاضيه عشان اعرف اشتغل عليها، فعبيتهم كده زي ما انتوا شايفين، لزقت عليهم الاستيكر ده، وهحط الصغيرين في البوكس ده، والباقيين هحطهم جنب البوكس على طول. عندي كده على التربو حاطه قرمه كبيره خشب، وحاطه مشمع رمضان عليها هتشوفوه دلوقتي، وقلت اجهز عليه الحاجات دي برضو تبقى ايه جاهزه معايا على طول. حطيت بقى بابريكا وورق لورا وتوم باودر وبصل باودر وكركم وحبهان وفلفل اسود وكزبره، كل التوابل بقى حطيتها زي ما انتوا شايفين كده، وكل علبة بكتب عليها اسم التوابل اللي فيها، وابتدي ارصهم كده عشان اكسب وقت، عشان الحاجات دي هتوفر عليا وقت طبعا. وانا عندي طبعا علب التوابل بتاعه البيت، بس طبعا صغيره، فطبعا مش هتاخد كميه اللي انا هستخدمها في الشهر كله. على فكره انا يعني دلوقتي بملاها، باجي كده تاني على نص الشهر وابتدي املاهم مره تاني، لان طبعا مش بيكفي، العلب دي مش بتكفي طول الشهر معايا. بس انا قلت دي كبيره شويه تاخد معايا مثلا، يعني مش كل يومين ثلاثه ابتدي اعبي، لا يعني مثلا كل اسبوع كده اروح لفه عليهم اللي ناقص، ابتدي ان انا اعبيه تاني. حطيت بقى كل التوابل كده زي ما انتوا شايفين، وكمان هنعمل كذا خلطة دلوقتي من التوابل حلوة جدا جدا وهتنفعك، وجربيها وقولي رأيك فيها. هنعمل كذا خلطة بتنفعك في التتبيلات وفي الحاجات دي، وبتوفر عليكي بقى ان انت تطلعي كل علب التوابل من جميع الانواع كده. لا انا هقولك على خلطات معينة تعمليها وتحطيها كده في برطمان، كل ما تيجي تعملي حاجة تطلعي البرطمان بتاعها على طول. تابعوني بس لاخر الفيديو، وما تنسوش تحطوا اللايك عشان الفيديو يترفع، وتقولي رأيكم في الكومنتات. هنا كمان كان عندي قرفة خشب برضو حطيتها. هنا بقى التربو زي ما قلت لكم فرشت عليه مشمع رمضان بالطريقه دي، وبدات ان انا جبت كده العلب واحطها فوق بعضها، ما اخدتش مكان، وبس كان شكلها حلو جدا، وكمان ايه نفعتني ووسعت لي الرخامه. هنا بقى كان عندي شويه خلطات قديمه، كنت جايبه كمان كده عرض، كان في عرض كده في ابيتيتو زي ما انتوا عارفين ان انا بحب اجيب منه الحاجات، كان جايلي عليه خصم كويس، فجبت بقى كل الخلطات اللي انا ناقصاني منها، خلطة كفتة والبشاميل وبرجر والحواوشي، وكمان الشيش طاووق. يعني بدأت ان انا يعني لميت كده شوية خلطات كان نازلين سعرهم حلو قوي، فجمعتهم كده في البوكس اللي انا بحطهم فيه ده على طول، وبحطه جوه في درج التربو على طول. تعالوا بقى نبدأ مع بعض، نسمي الله كده ونبدأ مع بعض الخلطات. أول حاجة هنعمل السبع بهارات. تمام، حطيت هنا فلفل اسود، على كوبا صيني، على قرنفل، على جوز الطيب وحبهان، وهبتدي بقى على نار هاديه كده وابتدي اقلب فيهم زي ما انتم شايفين لغايه ما تسخن معايا كويس جدا. انا ضفت لهم كمان ورق لورا برضو بيدي ريحه حلوه قوي قوي وطعم حلو. خلاص بعد ما سخنوا وتحمصوا معايا كده، هبتدي انزل بمعلقه كبيره من القرفه ومعلقه كبيره من الجنزبيل. خلاص كده كل التوابل دي هنحطها على بعضها كده يا دوبك تبرد شويه، ونجيب المطحنه بتاعه الخلاط ونبتدي نشتغل نطحن على طول. هنا كنت بكسر جوز الطيب عشان تبقى سهله في الطحن. بصوا بقى كده هبتدي اطحن زي ما انتوا شايفين، واجيب طبق كده افضي فيه، لان لسه في حاجه تانية هنعمله فيها. انا بقى بعمل الخلطات دي واحطها في علب، واكتب على العلبه دي خلطه ايه ودي خلطه ايه. اما اجي اعمل منها ما بطلعش كل علب التوابل، لا بطلع العلبه اللي انا محتاجاها بس. هطحن بقى كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. انا عملت الكميه دي وعملت قدها تاني عشان انا بحتاجها كتير في رمضان. بصوا هي دلوقتي طبعا لازم تنخليها في مصفى تكون ضيقه جدا عشان ما تبقاش ناشفه معاكي. طب اللي بيطلع ده هنرميه؟ لا طبعا مش هنرميه، هنطحنه مره كمان، ناخد برضو كل الناعم منه، وحتى لو فايض خشن كده مش هرميه، لان ده كله برضو بهارات. بحطه بقى في كيس كده، واحتفظ بيه مع بقيه العطاره اللي عندي او بقيه البهارات اللي عندي. لما اجي مثلا ادق كفته عند الجزار، كفته بروز، هدق كفته مشويه، هعمل الحاجات دي بحطها لهم كده كده بتطحن معاهم في المفرمه بتاعتهم.
خلصنا ال7 بهارات زي ما انتم شايفين كده، ونخلناهم وحطيناهم كده في برطمان. هنعمل بقى خلطة المحشي، كمون على كزبرة على كمون على كزبرة، وحطيت لها كمان كام واحدة كده من الكوبيبة الصيني بتديها طعم حلو قوي قوي. وهبتدي برضو احمصهم، وبعد كده اطحنهم برضو كويس جدا في المطحن، وبرضو هندخلهم برضو في المصفى عشان اي حاجة كده تكون خشنة اشيلها. برضو زي ما قلتلك ما برميش اي حاجة من التوابل، لان ده مش حاجة يعني مش حاجة وحشة، لا ده كمون وكزبرة. انا عندي المطحنة مش بتطحن قوي. بعد ما نخلتهم كده حطيت بقى توم باودر وبصل باودر وشطة وبابريكا. بكتر اكتر حاجة فيها البابريكا، يعني معلقة كده كبيرة مليانة. وكمان بحب احط لها ايه، كمان بحب احط لها معلقة سكر كبيرة. جربي الخلطة دي قولي لي رأيك فيها في المحشي، بتبقى خطيرة خطيرة. انا بحبها جدا جدا، وطعمها بيبقى حلو، بتبقى جاهزة معايا على طول. يبقى انا كده عملت 7 بهارات، وعملنا كمان خلطة المحشي. تعملي تسبيكة المحشي وتاخدي معلقتين 3 على حسب كمية المحشي اللي انت عاملاه. هنا هنعمل ايه، هنعمل خلطة السمك، عبارة عن كمون وكزبرة وشطة، كمون وكزبرة وشطة وكركم وتوم باودر وبصل باودر. هقولك تاني، كمون كزبرة شطة توم باودر وبصل باودر، وكمان حطيت لها زعتر وجنزبيل. هكتب لكم كل المقادير دي ان شاء الله في صندوق الوصف عشان تبقى معاكي سهله ولو انت حابه تعمليها. يبقى احنا هنا عملنا 3 خلطات زي ما انتم شايفين، وخلصنا كده التوابل. تعالوا بقى، دي برضو من تجهيزات ليله السحور او من تجهيزات رمضان بالنسبه لي. بحب كده اجيب المكسرات بتاعتي واجهزها. جبت صينيه، بحب احمصها مش بحب احط المكسرات نيه. جبت صينيه وكنت مسخنه الفرن وحطيت فيها بندق وعين جمل، وهبتدي ادخلهم الفرن تاني لغايه ما يتحمصوا معايا كده كويس، ويبتدي ياخدوا لون بسيط. هطلعهم زي ما انتم شايفين كده. بعد كده جبت برضو نفس الصينيه وحطيت فيها سوداني وحطيت لوز، وبرضو هدخلهم على درجه حراره متوسطه في الفرن. هنا بقى ابتدي افضي بقى ايه، ده كريم جانتيه كنت جايباه عشان برضو هنستخدمه في رمضان. وكمان الفانيليا برضو فضيتها بالطريقه دي. عايزه اقول لكم ان حبه الفانيليا دول ب100 جنيه، بس الحمد لله بتنفع وبتقعد معايا فترة طويلة. هنا بقى كمان هفضي تمر السريع اللي هو انا عندي ولادي بيحبوه جدا، برضو فضيت كده في بطرمان. والصوبيا برضو فضيتها في بطرمان. دي الحاجات اللي انا بقى بستخدمها طول الشهر البيت عندي، اذا كان بقى عصاير او كده عشان يعني بجهزها. هنا بقى قلت اجهز الخشاف على طول يبقى جاهز. قطعت تين على مشمشيه على بلح كده كسرته، ده بلح ناشف. ببتدي ان انا اكسره كده واطلع النوى اللي فيه. وبعد كده حطيت قراصيا وكمان حبه زبيب، وهحط كمان حبه من جوز الهند. والمكسرات بقى مش هحطها دلوقتي، هجيب كده هجرش بقى المكسرات بعد ما عملتها، بعد ما حمصتها كلها جرشه بسيطه كده في المطحن في الكبة بتاعتي. هنا قلبت خلاص حاجة الخشاف جاهزة. وهنا بعد ما المكسرات كلها اتكسرت كده في الكبة، حطيت حبة زبيب وحبة جوز هند بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقلبتهم على بعض. وابتدي برضه اعبيهم في بطرمان. الفيديو بتاعي النهارده خفيف وبسيط وهيعجبك جدا، وتحضيرات بتنفعك جدا جدا. هو نازل متأخر شوية بس ان شاء الله